لكن وجهه الخفي كان وجه غربي ينفذ مخططات الغرب وأجنداتهم وولاءه ليهم. لكن الواجهة الإسلامية لإيران كانت بتخلي الشعوب العربية بتتعاطف معاها، بس ما كانوش عارفين الوجه الآخر لإيران بيعمل إيه. الجمهورية الإيرانية ما هي إلا عبارة عن إسرائيل، هي دولة وظيفية تنفذ مخططات وأجندات الغرب وأمريكا، وبدأت إيران تنفذ باقي المخططات المطلوبة منها اللي كان رفضها الشاه، وهي حرب العراق، ابتزاز السعودية والخليج العربي. ركز معايا في النقطة اللي جاية دي عشان مهمة قوي. لما الغرب حب يدمر سوريا ولبنان كان لازم يتعمل مقلب حرامية، يعني لازم يكون الصراع جوه الدولتين دول عشان يخلصوا عليهم، وتقسيم كعكة الشام ما بينهم، وكل ده كان في صورة مقاومة. قام حزب الله ذراع إيران بسحب كل اختصاصات الجيش اللبناني تحت مسمى المقاومة، رغم ان المقاومة الحقيقية هي تسليح وتدريب الجيوش النظامية، مش صناعة دولة موازية او دولة جوه دولة. واللعبة اتكررت كتير، امريكا تفشل في العراق، إيران